ماذا لو عندي قدرة خارقة أتكلم مع حيوانات؟ والله أول حيوان هتكلم معاه ويرد عليا أو ما يردش على حسب، بس يفهمني. الحوت. الحوت الأسماك هقول له كلام سمك. ما هتفهميني. بغبغان لذيذ قوي لانك بتقولي له اي حاجه فبيكررها. مثلا ممكن يشتم شتيمه مش حلوه فانا تبسطني عشان يعني علمناه شتيمه وحشه وهو بيقولها. يعني ممكن يلا وليه يا وحشه او يا وليه كذا، فاهمه؟ تبقى دمها خفيف. بحب القطط قوي فممكن نفسي اتكلم مع الحيوانات كلها بصراحه. بس ممكن عايزه اعرف هما بيشوفونا ازاي، بيحسوا معانا بايه، هل هما لوحدهم بيبقوا مبسوطين اكتر ولا لما بيعيشوا في بيت بيبقوا مبسوطين؟ يعني مش عارف. يعني نفسي اسالها هي تحس بالاشياء. يعني انا كانت عندي قطه، فاذا بكيت ولا كده احسها يعني في مشاعر. نفسي احس هي ايش تحس. يعني الاسد عايز اعرف منه ايه ليه انا بقيت برج الاسد؟ يعني اشمعنى هو ليه ملك الغابه؟ مش فاهم ليه. ده مع ان في حيوانات اضخم منه كتير، بس اشمعنى هو ملك الغابه؟ عملتها ازاي؟ بالراحة شوية على الغابة. اقول له ازيك يا سيدي الناس. انا بحب الفيل اكتر حيوان بحبه. الدرفيل. هقول له ازاي مسيطر على قوتك، لان الفيل ده قوي جدا بس طيب قوي. مش احسه طيب كده، يعني ممكن نبقى اصحاب. الكلب حشمت الكلب بتاعي. اتكلم مع وردة بحبها قوي وكأنها جزء من الفاميلي بتاعتي. نفسي اتكلم مع الكلب. كلب. أنا عشق الكلاب يعني أصابني من أول ما ربيت أول كلب، وكنت كبير مش صغير، كان عندي 50 سنة يعني. فبس حبيت الكلاب، جبت كلب، جبت بعديه 8. وهي خلتني بقيت أحب الكلاب جدا جدا. اسأله بيحبني ولا لا. أعرف إزاي بجد اللي بتحس لما أكون متضايقة وتيجي عند الباب وتفضل قاعدة جنبي، إزاي هي بتحس كده. هو ليه بيحب البني آدمين قوي كده وليه مخلص قوي كده؟ مع ان مثلا انت ممكن تبقي وحشه جدا مع الكلبه بتاعتك، متضايقه زعلانه بتاع، فممكن تبقي رخمه معاها، مش مديالها الحب اللي هي عايزاه، مش مديالها، مش مهتميه بيها قوي. ساعات بتسيبيها كتير قوي عشان شغلك مثلا، وهي مثلا تبقى مش عايزه تاكل، مش مرتبطه بيه. عشان الكلب وافي قوي وبيحس بالبني ادم. اقول له انت جدع ليه في الزمن اللي احنا فيه ده. هقول له ايه اللي حصل في البيت وانا مش موجود. دايما كانت بتيجي في بالي الفكره دي، ان انا يعني يا سلام لو اتكلمت مع الكلب وقدر يرد عليا. فلو في كده القدره دي هختار الكلاب طبعا. ده لا بس في حيوانات كتير برضه، يعني الديب عايز اقعد اتكلم معاه، الحصان اتكلم معاه، النمر. يعني تحس ان هو ايه، مش ملك الغابه ولكن ليه وضعه برضه يعني برضه بيتخاف منه. هختار العصفورة. العصفورة بالنسبة لي كائن لطيف جدا بحبها قوي. ممكن اختار الصقر. الديك. اقول لها يا بختك انت جامدة قوي، انت طايرة في الدنيا فوق وعم بتحبي حد يضايقك بتعملي عليه يعني كده. فيا ريتني مكانها. هقول لها يا عصفورة، يا ترى انت بتقولي لنا ايه الصبح؟ يا ترى بتصوصوي معنى صوصوتك تترجم لايه؟ هقول له ازاي السرعه اللي انت بتطير بيها دي، يعني ازاي البصر الحاد جدا ده موجود عندك، كنت اتمنى اكون زيك. وليش في غير اوقات الاذان طلع صوت؟ مع القرد. هقول له انت اكيد كنت زينا بس عملت حاجه وحشه في حياتك. هسأله انت على طول ليه مبسوط وعلى طول ليه دمك خفيف وليه كل الناس بتحبك. الحمار. احب اتكلم عن الحصان، احب شموخه، احب كبرياءه، احب ثقته بنفسه. فعايز اساله، اقول له انت بتحمل البشر دي ازاي؟ قول له يا حمار انت متحمل البشر دي ازاي؟ احب اساله ممكن ايه اللي مضايقك او ايه اللي بتحبه وايه اللي بيكرهه. يعني بحب الحصان بالاخص، يعني بحب طبعا كل حيوانات ربنا بس الحصان بالاخص.